زهقتي من الطرق التقليدية للبطاطا مشوية ومسلوقة؟ تعالي بقى النهاردة نعمل بيها كريم كراميل بقوام كده كريمي وطعم تحفة. انا جبت حبايتين من البطاطا، غسلتهم كويس وهقشرهم واقطعهم. البطاطا اصلا مفيدة جدا ومغذية للجسم، مليانة فوائد، مليانة فيتامينات ومضادات اكسدة كتير. اعمليها لولادك بالطريقة دي وهيحبوها ومش هيحسوا بطعم البطاطا خالص. هنا هحطهم في الحلة وهغطيها بالمية، بس مش مية كتير يعني، لحد بس ما اغطي البطاطا. واحط عليهم نص كوباية سكر. هحطهم على النار لحد ما تستوي واجرب كده ادوس بالشوكة، الاقيها بتتهرس معايا بسهولة، ما تبقاش ناشفة. بعد كده هاخدها ههرسها واحطها في الخلاط واحط عليها لتر لبن. هنا انا كنت هنزل الكريم كراميل، جبت كده ظرفين من الكريم كراميل حطيتهم وهضرب تاني. بعد كده بقى هنزلهم في الحله بمصفى عشان اتاكد ان هي مفيهاش اي حاجه. ابني طبعا بيحب يحط التاتش بتاعه. بصوا مفيهاش اي حاجه ولا ليها اي معالم للبطاطا خالص. اخدها بقى ارفعها على النار لحد ما تتقل وتغلي. في الخطوه دي بقى انا هقفل عليها النار واسيبها تبرد واروح احضر الاطباق اللي هغرف فيها. هجيب العسل كده بتاع الكريم كراميل واحطه في الاطباق. ممكن تعملي الكراميل اللي هو بيتعمل بالسكر، هبقى اعمله معاكم مره تانية برضو. هحطهم بقى في البولات لحد ما اخلص الكميه كلها، وبعد كده ادخلها التلاجة 3-4 ساعات على الاقل. ده شكلها بقى بعد ما خرجت من التلاجة. قوامها متماسك جدا وكريمي، حلوة قوي. بجد جربوها تعجبكم قوي. ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب. استنوني برضو هعمل فيديوهات تانية تعجبكم ان شاء الله. وباي.